عمرك شفت طفل أول ما يبتسم تحس إن العالم كله نور؟ طبعا هتقولي كل الأطفال كده. هقولك إن متلازمة داون غير. متلازمة داون مش مرض، متلازمة داون متلازمة أو حالة جينية. حالة جينية بتحصل لما الكروموسوم رقم 21 يتكرر. يعني إيه؟ يعني بدل ما يكون عنده 46 كروموسوم هيبقى عنده 47 كروموسوم، والكروموسوم الزيادة ده بيأثر على النمو، والنمو بيأثر على الشكل، عشان كده تلاقي شكلهم مميز. يعني مثلا مناخيرهم بتكون صغيرة، ووشهم بيكون دائري، والكف بتاعهم بيكون مسطح وفيه خط واحد مش 3 خطوط زينا. والشكل بس مش هو اللي بيميز متلازمة داون، ده قلبهم هو اللي بيميزهم، لانهم عندهم ذكاء عاطفي وذكاء اجتماعي يخليك تقدر ان انت تحبهم من اول نظرة، مش من اول معاملة او من اول تعامل. لو انت شفتهم حتى من بعيد من غير ما تتكلم معاهم هتلاقيك دايما كده بتميل ناحيتهم، لانهم فيهم براءة وفيهم حب مش عند اي حد تاني، وده فعلا اللي بيميزهم. في النهايه حابه اقول ان متلازمه داون مش مرض ومش اعاقه ومش حاجز قدام اي حد انه يحقق احلام كتيره وانجازات كتيره في اي مجال. وفي نماذج بالفعل ناجحه عندها متلازمه داون، سواء بقى في مجالات رياضيه او مجالات علميه او اي مجال في الحياه. وان اي اب وام عندهم حد متلازمه داون فهم فعلا محظوظين، وان متلازمه داون عندهم كميه حنان وعطف وبر باي حد، مش بس اهلهم. حاجه جميله جدا ان احنا نعتني بيهم وان احنا ندوم حقوقهم، وكمان ان احنا دايما نخلي بالنا منهم ونديهم رعايه خاصه اكتر ونهتم بيهم، وان هم ليهم حقوق وليهم حق في كل حاجه، تعليم وليهم حق في الرياضه وليهم حق في كل حاجه. ولو قابلت اي حد عنده متلازمه داون في اي يوم من الايام اعرف انه شخص قادر انه يحقق احلامه، وانه يحقق حاجات كتيره جدا، وانه يغير العالم، وانه دايما ينشر طاقه ايجابيه حواليه. وبس كده.